بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن المصطلحات التمريضية الأساسية اللي المفروض أي طالب تمريض يكون عارف. بعد كده هنعمل كام جزء تاني للمصطلحات المتقدمة، هنعمل مصطلحات بسيطة بس في البداية اللي المفروض أي حد يكون عارفها. نخش في الموضوع على طول. أول مصطلح عندنا اللي هو التقييم التمريضي اللي هو Nursing Assessment. العلامات الحيوية Vital Signs. تسليم المريض Patient Hand Over. الموافقة المستنيرة اللي هو informed consent. أما المريض بيكون هيعمل عملية لازم من مضيع على الكونسنت. صيام يعني NPO nothing by mouth. حسب الحاجة يعني PRN as needed. كانولا وردية intravenous كانولا. أنبوبة معدة يعني nasogastric tube. قسطرة بولية urinary catheter. ماسك أكسجين يعني أكسجين ماسك. شفط يعني suctioning. غيار الجرح يعني wound dressing. حقن عضلي يعني intramuscular injection. حقن وريدي يعني intravenous injection. حقن تحت الجلد يعني subcutaneous injection. مسكنات الألم analgesics. مضادات حيوية antibiotics. مميعات الدم أو الأدوية اللي بتعمل سيولة في الدم anticoagulants. العلاج الكيماوي كيموثيرابي. بخاخة نيبولايزر. قرح الفراش أو قرحة الفراش بريجر ألسر، وممكن نقول عليها بيت سور. هبوط السكر هايبوجلاسيميا. ارتفاع ضغط الدم هايبرتنشن. انخفاض ضغط الدم هايبوتنشن. عدم انتظام ضربات القلب الريزميا. دي التنفس ديزنيا. وزمة إديمة. رعاية تلطيفية بالياتيف كير. تخطيط الخروج يعني discharge planning، نعمل خطة للخروج. انعاش قلب رئوي اللي هو كارديو بالمونري ريسستيشن والاختصار بتاعها CPR. خطر السقوط يعني فول ريسك. التوجيهات المسبقة يعني advanced directive. العناية المركزة الحديث الولادة اللي بنقول عليها نيكيو النيونيتال ICU. غسيل كلوي يعني dialysis. الرعاية قبل الجراحة يعني بري اوبريتيف كير. غرفة الإفاقة بوست أنستيزيا كير يونت PACU. الفرز اللي هو الترياج. تقنية التعقيم يعني أسيبتيك تكنيك. تنظيف الجرح ووند ديبريديمنت. تمارين مدى الحياة يعني رينج اوف موشن اكسرسايز. وضعيات المريض بيشنت بوزيشننج. سكر الدم بلاد جلوكوز. ضغط الدم بلاد بريشر. معدل التنفس respiratory rate. معدل النبض heart rate. درجة الحرارة body temperature. تشبع الأكسجين oxygen saturation. غيبوبة كوما. غثيان نوزيا. قيء vomiting. إمساك constipation. إسهال diarrhea. دوار ديزنس. نزيف hemorrhage. عدوى infection. التهاب inflammation. جروح wounds. حروق بيرنز. كسور fractures. غرز sutures. دعامة سبلينت. جبس كاست. زرع أنسجة يعني تيشو جرافت. نقل الدم بلاد ترانسفيوجن. صرف صحي درينيج. هنا مش مقصود بقى الصرف الصحي يعني التصريف من الجرح يعني. محاليل وردية IV fluids. محلول ملحي saline solution. جلوكوز ديكستروز. هيبارين معروف طبعا. انسولين. مورفين. باراسيتامول. مضادات التجلط انتي كوجيلانتس. مضادات التشنجات او الاختلاج يعني انتي كونفالزنتس. مدرات البول دايروتكس. موسعات الشعب برونكو دايليتورز. مضادات الهستامين انتي هيستامينز. مضادات القيء انتي ايميتكس. ملينات لاكزيتيفز.
مرهم اوينتمنت، كريم، حبوب تابلتس، كبسولات كبسولز، شراب سيرب، قطرة يعني دروب، مراقبة المريض patient monitoring، تقرير المريض nursing report، سجل المريض medical record، خطة التمريض nursing care plan، التعليم الصحي يعني patient education، تعقيم sterilization، تطهير disinfection، نظافة اليدين hand hygiene، الوقاية من العدوى infection control، العزل isolation، معدات الوقاية الشخصية اللي هي personal protective equipment اللي هو الاختصار بتاعها PPE، قناع الوجه face mask، نظارات واقية يعني protective goggles، جاون، قفازات gloves، غطاء الأحذية يبقى shoes covers، إسعافات أولية يعني first aid، طوارئ يعني emergency. إن شاء الله بأمر الله بعد كده دي المصطلحات المفروض أي حد يكون عارفها، أي طالب لسه داخل سنة أولى كلية المفروض يكون عارف المصطلحات دي، فإحنا حبينا نبدأ بيها، وإن شاء الله هنعمل كام جزء تاني الحاجات أصعب شوية، وهنعمل للحضانة حاجة، والعمليات بعض المصطلحات، للطوارئ، للبطنة، هنعمل كام جزء إن شاء الله. نصيحة مني ليك كطالب أو خريج، لازم يبقى عندك كم كبير من الترمينولوجي، ما ينفعش الدكتور يكون بيتكلم قدامك وانت ما تعرفش مصطلح من اللي هو بيقوله، لأن ده طبيعة شغلنا. شكرا.